مايا اللي على الباب جايه اهو. ايه ده ماما؟ تعالي يا ماما، تعالي يا حبيبتي اتفضلي. ازيك يا ياسمين؟ عامله ايه يا قلب امك؟ الحمد لله يا ماما بخير، اتفضلي. معلش يا بنتي بقى هتقل عليكم شويه. لا ابدا يا حبيبتي ولا يهمك، تعالي اقعدي. اصل الشقه بتاعتنا عامه السباكه ضربت فيها ومش عارفه اقعد فيها من الميه. يا حبيبتي يا ماما ده انت هتنوريني، ده انت تقعدي كده، ده انا اشيلك فوق راسي. معلش بقى يا بنتي هتقل عليكم، هقعد معاكم يومين 3 كده ولا حاجه على ما الراجل كده يصلح السباكه بتاعت الشقه، اصل مش عارفه اقعد فيها خالص من الميه اللي فيها. يا حبيبه قلبي ده انت هتنوري، تقعدي شهر ولا 2 كمان براحتك خالص. الله يكرمك يا قلب امك ويسترها معاكي يا ضنايا. بس يا رب جوزك كده ما يتضايقش كده ويزعل ان انا قاعده هنا. اخس عليكي يا ماما. لا طبعا ما يتضايقش، ده حسام بيحبك خالص وطيب خالص وحنين. بص بقى يا ماما، انا هظبط لك بقى ايه غرفه الاطفال، وانت بقى تدخلي تحطي هدومك فيها وتقعدي فيها براحتك يا حبيبتي. ده انا حتى هاخد العيال يناموا معايا عشان تبقي في الاوضه كده براحتك. ما تخلي العيال يا حبيبتي يباتوا معايا كده اهو في الاوضه عشان جوزك ما يزهقش كده ولا يتضايق. لا 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 يا ماما، مش هيزهق خالص ولا يتضايق. يتضايق من ايه؟ ازاي يعني؟ ده انت امي، يعني المفروض كمان تبقي زي امه بالظبط. ده حتى بيعزك وبيحبك جامد والله. ربنا يعزكوا يا بنتي. يا حبيبه قلبي ده انت فوق دماغي. اهو ربنا بقى يبعت لي سباك ابن حلال بقى كده يوضب الشقه اللي باظت ديت وعامت في الميه. يا ستي براحته يعمل الشقه براحته، اقعدي معانا كده لحد ما الشقه تخلص براحتها. ايه المشكله؟ هدخل بقى يا حبيبتي كده ايه اجيب لك كوبايه عصير تشربيها. ماشي يا بنت الله يكرمك. ياه، الواحد اخيرا دخل البيت، الجو حر قوي. اما ادخل بقى كده اخد شاور كده واظبط نفسي. ايه ده حماتي؟ ازيك يا حماتي؟ ازيك يا حسام يا ابني؟ منوره منوره يا حماتي. الله يكرمك يا ابني ويوسع رزقك يا رب، البيت منور بيك وبمراتك وباصحابه. عامل ايه كده يا حسام يا حبيبي؟ الحمد لله يا حماتي الحمد لله. معلش بقى يا ابني هتقل عليكم كده اليومين دول، اصل المواسير بتاعت السباكه في الشقه ضربت كده في الشقه وخلت الشقه كلها بقت عايمه ميه، مش عارفه اقعد فيها. وانا كلمت السباك يعني عشان يجي يصلحها، وهقعد عندكم كده اسبوع ولا 10 ايام بالكتير على ما يخلص الشقه. اسبوع ولا 10 ايام يا دي النيله. ماشي يا حماتي ماشي تنوري. بقول لك ايه بقى، انا هدخل بقى كده اخد شاور، اصل انا جاي من بره ايه حران، وكنت ناوي بقى اخد راحتي كده وبرتع في الشقه. انا بصراحه لما لقيتك قاعده اتحركت بقى، ما ينفعش اقعد قدامك كده. ما انا زي امك يا ابني برضه. انا هدخل اقعد جوه بقى وخلاص. خد راحتك يا ابني ما تزهقش نفسك. ماشي ماشي تنوري يا حماتي منوره. الحمد لله يا رب. جوز بنتي راجل امير كده وحنين وطيب، ربنا يخليه ويبارك فيه. لما طلع بقى ايه اكل من التلاجة عشان اعمل غدا لماما. ايوه يا اختي طلعي طلعي، ما انت مش خسرانه حاجه. ايه يا حسام في ايه؟ انت سلمت على ماما يا حسام؟ هو ايه اللي جاب امك دلوقتي يا اختي؟ دي ماما جايه تقعد معانا كام يوم، اصل عندها مشكله كده في الشقه. مشكله ايه وزفت ايه يا اختي؟ دي اول ما تخلص على طول هي هتمشي تروح بيتها. وناويه تقعد قد ايه بقى ان شاء الله؟ هم 10 ايام، اسبوعين بالكتير قوي. وانا هقعد فين بقى ان شاء الله ال10 ايام دول؟ اروح اقعد في الشارع؟ ايه يا حسام في ايه؟ ما احنا اوضتنا هي حسام كبيره وواسعه، انا هجيب الولاد كده يناموا معانا في الاوضه عشان هي تاخد راحتها في اوضه الاطفال. نعم يا اختي، عيال ايه اللي عايزه تجيبهم يناموا معايا في الاوضه؟ ده انا جاي من بره بقول انا هاخد راحتي وعايز اخد شاور وعايز اقعد كده في اوضتي براحتي وعايز ابرطع في الشقه براحتي. تقومي تقولي لي العيال يجوا يناموا معانا في الاوضه؟ لا بقول لك ايه، مفيش عيال هيجوا يدخلوا يناموا معانا في الاوضه. وامك بقى تنام مكان ما تنام، ان شاء الله حتى تنيميها في الصاله ولا تنيميها في المطبخ يا شيخه. ايه يا حسام الكلام اللي انت بتقوله ده؟ امي ست كبيره، ازاي يعني تنام على الارض؟ ما فيهاش مشكله يعني لما العيال يناموا جنبنا في الاوضه كبيره والسرير واسع، وامي كده تاخد راحتها في الاوضه بتاعه الاطفال. بقول لك ايه، انا ماليش في الكلام ده. ايوه انا هدخل كده ايه اخد دش وغير هدومي، وماليش دعوه بالكلام بقى اللي انت بتقوليه ده. ايه يا حسام طريقتك دي امي، عايز نودي امي فين يعني؟ ارميها في الشارع؟ ماليش دعوه، اتصرفي. ما تروح لاخوكي وانا مال انا. ما انت عارف ان ماما ما بترتاحش هناك عند مرات اخويا، هي بترتاح معايا انا. وانا بقى يا ستي مش مرتاح وعايز اقعد كده في شقتي لوحدي، عايز اخد راحتي يا ستي. يا حسام يعني هي هتقعد معانا العمر كله؟ دي كلها 10 ايام ولا اسبوعين بالكتير، وبعدين احنا صوتنا عالي قوي زمانها سمعتنا، دي لسه داخله. حرام عليك يا شيخ، ما لحقتش حتى تشرب بق ميه. ده حاجه تزهق. يا نهار اسود ومنيل. ايه يا حسام طريقتك دي امي، اعمل ايه في امي بس؟ عايز ترمي امي في الشارع؟ اما انتش طايقها ولا مستحملها، دي جايه تقعد معانا 10 ايام، امال لو قعدت شهرين ولا 3 هتعمل فيها ايه؟ لما اطلع لقمه لامي تاكلها وبعد كده ابقى اشوف النصيبه دي. عامله ايه يا حماتي؟ الحمد لله يا ابني. ها مرتاحه عندنا يا حماتي ولا ايه؟ مرتاحه يا ابني والله، ربنا يديك الصحه كده ويجعلها دايما مفتوحه بحسك. طيب يا حماتي انا هدخل جوه كده اشوف ياسمين خلصت الاكل ولا لسه. ماشي يا ابني وماله. الحمد لله اللحمه خلاص استوت اهي.
ايه يا ياسمين بتعملي ايه؟ الحمد لله على السلامة يا حسام. مفيش، ده اللحمة كانت على النار والحمد لله استوت وطفيت عليها. ايه ده؟ لحمه؟ طبخه لحمه ليه؟ الله، الطبخة لحمة يا حسام عشان نتغدى بيها. وبعدين ماما يعني بقالها فترة عندنا ما طبختلهاش أي لحمة. مش انا جايب اللحمه دي عشان ناكلها الاسبوع الجاي. خلاص بقى يا حسام مش مشكلة، ناكلها النهاردة والأسبوع الجاي يبقى هات، عشان خاطر ماما بقى يا حسام. انت عارفه كيلو اللحمه بكام يا ياسمين؟ أمال أنت يعني جايبها ليه يا حسام؟ ما هو عشان إحنا ناكلها. طب بقول لك ايه، امك قاعده بره اهي في الصاله، افتحي التلاجة كده وطلعي لها ايه حته جبنه ورغيفين عيش. يا نهار اسود يا حسام، عايزنا أكل ماما عيش وجبنة؟ اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه. يا سيدي هي فترة الصبح جبنة وعيش، هغديها كمان جبنة وعيش. هي اللحمه اللي انت طبختيها دي يا دوب على قدنا، ولو ما عملتيش اللي انا قلت لك عليه هروحك مع امك يا ست. يا حسام حرام عليك يا حسام، بلاش الكلام ده، ازاي يعني هاكل امي عيش وجبنه؟ هي كلمه واحده ما فيش غيرها، ولا انت عايزاني اصرف عليكي واصرف على امك كمان؟ بلاش الكلام ده يا حسام، حرام عليك. ايه المشكله يعني لما هي تاكل معانا لقمه؟ ما هو كلها كام يوم وشقتها تخلص وهتروح على طول. طالما هتقعد معانا يبقى تاكل من الموجود، هي كلمه واحده. طب ما هو الموجود اهو، ما انا طبخه لحمه اهوت يا حسام. يو يا ياسمين بقول لك ايه، انا قلت الكلمتين اللي عندي، يلا سلام يا اختي. ايه طريقتك دي يا حسام؟ ما ينفعش كده. بقول لك ايه، اللي انا قلت لك عليه يتنفذ، والاكل اللي انا قلت عليه هو اللي هيطلع، ومش عايز كلام كتير. يا لهوي ياني، ما هوش طايق امي، مش طايقها من ساعه ما جت، نفسه تمشي باي طريقه. ما هي الست هتمشي اهي، كلها كام يوم وهتمشي وعماله تقول تقلت عليك وتقلت عليكم، ليه بس كده يا حسام؟ اخص عليك. طب انا هعمل ايه بس يا رب دلوقتي واتصرف ازاي؟ ده مصمم ومحكم رايه ان لازم اطلع لها عيش وجبنه. اعمل ايه بس يا رب دلوقتي؟ انا اقول لها ايه؟ ادي لها العيش والجبنه واقول لها كل لقمه صغيره كده عبال ما الاكل يستوي، ويا رب هي تاكل بقى وما تزعلش. بقول لك ايه يا ماما، انت عارفه بنتك بقى وحشه كده، ما بتعرفش تطبخ كويس. ليه يا بنتي خير؟ ايه اللي حصل؟ اصلا اللحمه شاطت وباظت، والرز اللي كنت حاطاه في الفرن باظ هو كمان، جيت اطلعه كده لقيته مش مستوي خالص محبب، فانا جبت عيش وجبنه كده هاكل انا وانت كده لقمه مع بعض، معلش بقى. وماله يا بنتي، نعمه من عند ربنا. معلش بقى يا ماما، الاكل باظ مني، كلي بقى جبنه، ما انت بتحبي الجبنه دي، الجبنه اللي انت بتحبيها. وماله يا بنتي، كله نعمه من عند ربنا، ده زي العسل. بصي يا ماما، انا هم كده اعمل لك كوبايه شاي عشان تبلعي بيها، ماشي؟ ماشي يا بنتي. وماله فعلا يا ولاه، اللي يطلع من داره يتقل مقداره. ايه ده؟ رايحه فين يا ماما؟ ها؟ لا يا بنتي، هروح بقى عشان اشوف الشقه كده والراجل السباك عمل فيها ايه، اديني مده كده، بقالي مده طويله قاعده عندكم. يا ماما اقعدي يا ماما، ما الراجل لسه متصل بيك امبارح وقال لك ان الحاجه لسه ما اتعملتش. انت بس كده الشنطه دي. معلش يا بنتي، ابص برضو كده اطمن يعني اشوف الراجل عمل ايه، ولو لقيته يعني لسه ما خلصش اخد بعد كده واروح اقعد يومين عند اخوك اطمن عليه برضو، اصل هو وحشني برضو. في ايه بس يا ماما؟ انت ماشيه ليه؟ هو في حد زعلك ولا حاجه؟ لا يا بنتي، ما حدش زعلني. يزعلني ازاي بس؟ ده جوزك يعني شايلنا على كفوف الراحه، وانت كمان والله يا بنتي ما قصرتيش، شايلاني برضو على كفوف الراحه، كتر خيركم تشكروا. على ايه بس يا ماما؟ احنا ما عملناش اي حاجه. ماشي يا بنتي، انا همشي انا بقى، سلام عليكم. ماشي يا ماما، خلي بالك من نفسك. يا رب استر يا رب، يا رب ما تكونش سمعت حاجه وزعلت، يعني احنا نبقى عملنا معاها الواجب كده اهو وفي الاخر تسمع كلمتين يزعلوها. يا رب ما تكونش سمعت حاجه. ايوه اللي على الباب جاي اهو. افتح لي يا اخويا، الحقني يا اخويا، افتح لي. الله، اميره؟ في ايه يا اميره؟ اختك اتبهدلت واتمرمطت يا حسام. جوزك برضه؟ ده انا هطلع لك عينه. بقى انا يضربني ويطردني ويقول لي ما عادلكيش اكل عيش في البيت ده، انا يعمل معايا كده؟ سيبك منه خالص، ما تعبرهوش، ده انا هطلع عينه. المعفن نسي لما كان حافي وشحات، وقفت جنبه لحد ما وقف على رجله، ده انا كنت بشتغل لما طلع عيني، ده انا كنت بساعده في كل حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اسكتي يا اميره، ما تزعليش نفسك، انت كده هتيجي تقعدي عندي معززه مكرمه. بقول لك ايه يا حسام، تجيب لي حاجاتي منه كلها. اصبري بس عليا، ده انا هطلع عينه. انا لازم ارفع عليه قضيه خلع، مش هسيبه يعني مش هسيبه. طب بس اهدي كده وصلي على النبي، وانا ان شاء الله هجيب لك حقك منه. طب بس اهدي بقى. قوم يا اخويا هات لي كوبايه ميه. طب بس اهدي كده وانا هقوم اجيب لك كوبايه ليمون عشان تهدي ونعرف نتكلم. ماشي يا اخويا، انا هاديه خالص اهو. ماشي يا محمود، بقى بعد الحب ده كله تعمل فيا انا كده؟ في ايه يا حسام؟ ايه الصوت اللي انا سامعاه ده؟ دي اميره اختي جت بره يا ستي وعماله تعيط. يا لهوي، ليه؟ ايه اللي حصل؟ اتخانقت يا ست هي وجوزها طردها من البيت المعفن، وهي بقى مش عايزه تقعد هناك طبعا عشان هو طردها. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا عاوزك بس كده تاخدي بالك منها لحد ما اروح اعمل لها كوبايه ليمون. بس كده، في عينيا في عينيا الاتنين. طب يلا بقى اطلعي لها. حاضر حاضر، ده انا هوضب لها اوضتنا كمان عشان تقعد فيها براحتها. ايه يا اميره، مالك يا حبيبتي؟ ازيك يا ياسمين؟
شفتي اللي حصل لي يا ياسمين؟ شفتي الواطي محمود جوزي عمل فيا ايه؟ ما تزعليش نفسك ابدا يا حبيبتي، والله ما انا مصدقه ولا عارفه هو عمل معاكي كده ليه. ما تقلقيش، اخوك هيجيب لك حقك منه وزياده كمان. معلش يا ياسمين هتقل عليكي. اخص عليكي يا اميره، ما تقوليش كده، ده بيتك يا حبيبتي. بصي يا حبيبتي، انا هنام هنا على الكنبه، هاتيلي بس حاجه اتغطى بيها وانا هنام هنا. اخص عليكي يا اميره، كنبه ايه اللي هتنامي عليها؟ الاوضه يا حبيبتي جوه واسعه، هتاخدي راحتك فيها. لا يا حبيبتي، انا هنام هنا عشان العيال بس ياخدوا راحتهم. لا طبعا والله ما يحصل، ازاي تنامي على الكنبه؟ لازم تنامي جوه في الاوضه كده وتاخدي راحتك، امال ايه؟ هما العيال كده كده كل يوم بيبقوا عايزين يناموا جنبي، انا هاخدهم يا حبيبتي انيمهم معايا وانت تقعدي في الاوضه براحتك. ده بيتك يا حبيبتي، هو انت يعني ليكي حد غير اخوكي؟ بس انا هتقل عليكي يا ياسمين. اوعي تقولي كده يا حبيبتي، ده انا اشيلك فوق راسي، ده انت في عينيا الاتنين يا اميره. يا دي الكسوف يا ولاد. شوف ياسمين بتعمل ايه مع اختي، وانا كنت بعمل ايه مع امها. انا هدخل بقى يا حبيبتي اعمل لك كده ايه لقمه تاكليها، حسام اخوكي بيعمل لك شويه عصير جوه، انا هدخل انا بقى ايه اعمل لك لقمه حلوه كده تاكليها. ماشي يا حبيبتي، كتر خيرك. ايه يا حسام واقف كده ليه؟ انت رايحه فين ياسمين؟ هدخل كده اعمل لقمه حلوه كده الاميره، شكلها كده يا عيني تعبانه. بقول لك ايه ياسمين، انا عايز اقول لك كلمتين كده. خير يا حسام، في ايه؟ انا بصراحه سمعتك وانت بتتكلمي مع اميره اختي. بصراحه كده يا ياسمين، انت ست جدعه قوي. انا كنت بعامل امك وحش، وفي نفس الوقت شوف انت بتعاملي اختي ازاي. ربنا ردها لي يا ياسمين. حقك عليا، ما تزعليش مني. وانا يا ستي هروح لامك واعتذر لها وابوس راسها كمان وهجيبها تقعد معانا. لا يا حسام ما تتعبش نفسك، خلاص امي يعني زمان شقتها جهزت وبقت كويسه هتقعد فيها يعني. وبعدين ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دي اختك دي تبقى اختي، ده انا يوم ما دخلت عندكم هنا اختك كانت لسه هنا في البيت ما اتجوزتش وكانت بتعاملني احلى معامله. عايزني يعني يوم ما يحصل لها حاجه انا عاملها وحش؟ ده انا اشيلها في عينيا. اصيله يا بنت الاصول.